فقرة جديدة على الصفحة، 10 أخبار في دقيقة واحدة. تصريحات من نجم مانشستر سيتي رودري اللي بيقول فيها إن الحكام مش عاوزين السيتي تفوز بالدوري وبيتهمهم بالظلم التحكيمي، وإصابة رافينيا نجم البارسا وهيغيب عن مباراة ريال مايوركا في الدوري. أما في الناحية التانية فهيغيب عن ريال مدريد بلينجهام ومش هيلحق مباراة بنفيكا الأولى أو التانية. وكمان الأرسنال هيغيب عنها لاعب مهم وهو الإسباني ميرينو وهيغيب لفترة كبيرة. وبعد أزمة بنزيما مع الاتحاد، إدارة الاتحاد بتقرر التعاقد مع يوسف النصيري بنظام الإعارة. أما رونالدو فبيقرر إن هو يوقف الصفقة لأنه شايف إن صندوق الاستثمار السعودي بيساعد الأندية التانية وما بيساعدش نادي النصر. كمان الهلال السعودي بيخطف موهبة نيوم اللاعب الفرنسي ساميون بوابري، واللاعب خلاص بيوقع على عقود انتقاله لنادي الهلال. وفشلت صفقة انتقال اللاعب الفرنسي ماتيتا نجم كريستال بالاس إلى نادي الميلان الإيطالي، وده بسبب الكشف الطبي اللي فشل فيه. وأخيرا الميلان بيعلن انتقال اللاعب المغربي يحيى إدريسي قادما من نادي تشيلسي. لو عاوز الفقرة دي تستمر كل يوم يبقى تعمل اللايك بتاعك وتنزل في الكومنتات تصلي على حبيبك.